هاد الولد اللي كتشوفو دار أكبر وأخطر قضية هزات رونة الوطن العربي وبالضبط شمال إفريقيا. خلات الناس كيسولوا أسئلة خطيرة، قضية اللي في الحقيقة ماشي خيالية وأخطر مما تخيل الجميع. حيرة المحققين والرأي العام. تخيلوا معايا أن هاد الولد في عمره 13 سنة كيقطع وكيكرد وماشي وقفت غير هنا، كيطيب وكياكل. قضية من أعقد القضايا البوليسية. كون ماشي الكاميرات كان غيفلت من الفعل ديالو. البوليس كانوا كيتوقعوا باللي هما قدام قضية مولاها شي راس كبير بالبشاعة ديالها، حتى كيتصدموا انه وحش في عمره 13 سنة. شنو اللي وقع وعلاش دار هاد الشيء وشنو السبب الرئيسي اللي خلى هاد الولد يرجع وحش؟ باش نعرفوا التفاصيل والاحداث ما تمشيو فين، خليكم معايا. سلام، كي دايرين؟ بخيرين؟ اموركم هانيه؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير واموركم طيبه. الا كنتي اول مره كتشوفني فمرحبا بك عندي. هنا كنحكي وكنعاود قصص بوليسيه حقيقيه عربيه ومغربيه، وكنكشف الوقائع وكنحلل التفاصيل اللي كتخبيها الاحداث، لان كل قضيه لها قصه. قضيتنا اليوم غتسافر بينا لدوله مصر، وبالضبط محافظه الاسماعيليه، لواحد البلاصه كيقولوا ليها المحطة الجديدة. غادي نمشيو عند واحد العائلة اللي كتكون من الأب والأم وولدهم الوحيد اللي سميتو محمد، في العمر ديالو 12 سنة. هاد الأسرة عايشين بخير وعلى خير، مهلين في الولد ديالهم الوحيد. المشكل اللي كان عندهم هو أن محمد كانت بعيدة عليه المدرسة، وبسبب هاد الشيء مرة كيمشي مرة لا. المهم هاد الوالدين مربين ولدهم ومفشينو وعاطينو كاع الحنان اللي يحتاج، كيف قلت لكم، حيت هو الوحيد اللي عندهم. المهم كل شيء كان بخير وعلى خير حتى النهار 14 أكتوبر 2025. هذا النهار غتنوض الأم ديال محمد باش تمشي لخدمتها، حيت كتخدم خياطة، وهي ديما ملي كتكون خارجة غادية لخدمتها كتدي معها ولدها محمد لقرايته باش ترتاح من جهته، حيت كيخافوا عليه، خاصو يركب في طوبيس عاد يوصل، وهي بكثرة خوفها عليه كتديه حتى كتوصلوا للكوليج عاد كتمشي لخدمتها، وملي كيخرج كياخد طوبيس ويرجع للدار بوحدو. وهذا النهار محمد ما رجعش للدار. دازت ساعة وساعتين وثلاثة على الوقت اللي خاص محمد يدخل فيه، والو محمد مازال ما رجعش. بابا هنا بدا كيتقلق عليه وخايف عليه، حتى جات ماماه من الخدمة وقال ليها واش محمد ما شفتيهش ولا ما جاش معاك؟ قالت ليه لا، راه خاصو يكون في الدار من 4 سوايع دابا. قال ليها لا راه ما جاش. خرجوا بداو كيسولوا في الجيران واش شافوا شي حد ولا بان لشي حد، والو حتى حد ما شافو. مو باه تفرقوا كل واحد فين مشى، شي كيقلب في هاد الجهه وشي كيقلب في هاد الجهه، والولد والو تقول بلعاتو الارض. او كيقلبوا كيسولوا حتى وصلوا لحد الكوليج اللي كيقرا فيه، كيسولوا عليه صحابو وكيقولوا لهم محمد خرج من قبيله 4 سوايع دابا وراه مشى مع واحد الولد صاحبو. شكون هاد صاحبو؟ الله اعلم. الام والاب هنا قلبوا الدنيا سفاها على علاها باش يعرفوا شكون هاد الولد اللي مشى معاه ولدهم، حتى كيعرفوا انه سميتو يوسف. اتصلوا بالاب ديال هاد يوسف وقال لهم ولدكم ما كاينش عندنا. قالوا ليه راه شافوه صحابو غادي معاه. قال لهم كان معاه ولكن تفرقوا في طريق وكل واحد مشى لدارهم. والدين محمد هنا تلفوا ودارت بهم الدنيا، الحال ظلام ومحمد ما كاينش ليه الاثار. داروا بوست على مواقع التواصل الاجتماعي لعل وعسى شي حد يكون شافو ولا عرفوا فين كاين، والو من غير دوك النصابه وقلالين الترابي اللي كيقولوا لهم عطيونا الفلوس ونقولوا لكم فين كاينوا، وهم مساكن حيت محروقين على ولدهم الوحيد كيعطيو الفلوس وفي الاخر والو، كيطلعوا غير كيكذبوا عليهم وحتى حد ما شافوا. بقاو هكا حتى مشاو للبوليس باش يديروا بحث لفائده العائله. وكيف كتعرفوا باللي الامن هنا بحال هاد الحالات كيقول لك حتى تكمل 24 ساعه عاد نتحركوا، والا بانت لك شي حاجه علمونا، وإلا حتى حنا بانت لينا شي حاجه راه حنا غنعلموكم. ولكم ان تتخيلوا كيف غتكون الحاله ديال هاد الوالدين
شدهم وصل الليل ومازال ما لقاوهاش. بقاو كيقلبوا حتى لنهار 16 اكتوبر 2025، يعني غير مورا الاختفاء ديال محمد بيومين. كيوصل البوليس بلاغ بانه في واحد الدار اللي مهجوره مورا واحد المكازا ديال واحد السوبر مارشي معروف كيلقاو دوك صحاب جمع الازبال، دوك الناس اللي كيبقاو يميخلو ويجمعوا في الزبل اعزكم الله. واحد السيد كان غادي كيميخل تما حدا ديك الدار المهجوره حتى كيدير الانتباه ديالو واحد الميكات اللي كحلين ومشدودين مزيان وكيبانوا تقال وعامرين. حل دوك الميكات وحاول يحلهم حيت اللي سدهم كان مزيرهم وسادهم مزيان. حلهم وهنا غيتصدم، غيلقى قدامه اشلاء بشريه، غيلقاهم وسط دوك الميكات. ديك الساعه تخلع وعيط على البوليس وجاو ديك الساعه، وبالفعل كيلقاو قطع بشريه غير كامله، يعني ماشي الجثه كامله، كاين غير شي وشله. حاولوا يديروا تنشيط لديك المنطقه وما كيدوزش وقت طويل حتى كيلقاو باقي الاجزاء، الراس واليدين والرجلين واجزاء اخرى. والحاجه اللي تارت انتباه المحققين ان الشخص او بالاحرى المجرم اللي دار هاد الفعله محترف وكيحسب ليه راسو ما غيعيق به حد، حيت كيلقاو الاطراف مرسوم عليهم بالماركور قبل تقطيع، يعني المجرم خطط وخدا راحته وهو كينفذ. ولقاو تاني ان دوك الميكات مسدودين مزيان باش ما تخرجش الريحه او لا شي حاجه. حاولوا يلقاو البصمات والو ما لقاو حتى حاجه. المحققين هنا كيشوفوا راسهم قدام قضيه اللي صعيبه وكيقولوا مع راسهم هذا اللي دار هاد المصيبه غيكون شي راس كبير وشي عصابة. هزوا ديك الأجزاء باش يديروا ليها التشريح، ومن بعد ساعات قليلة كيتبين أن الأجزاء الطفل غتكون في العمر ديالو ما بين 13-14 سنة. هنا مشاو سجلات الأطفال المختفين وكيلقاو أن كاين ولد واحد تما من ديك المنطقة هو اللي مختفي وهو محمد. البوليس هنا غيعلموا الوالدين باش يجيو يتعرفوا على الجثة واش ديال ولدهم ولا لا، ويديروا لهم تيست لادين باش يتأكدوا أنه هو محمد. داكشي اللي كان. الوالدين هنا جاو هما خايفين وحالتهم حالة. جمعهم العم ديال محمد وقال لهم انا اللي ندخل نشوفه، نتوما غير خليكم على برا. دخل العم وكشفوا ليه على الجثة، وهنا غتكون الصدمة. بالفعل دوك الاجزاء ديال محمد. الوالدين عرفوا اللي كاين وتخيلوا كيفاش غتكون حالتهم. الله يحسن لهم العون، ولدهم الوحيد دار من بين يديهم، وماشي غير هادشي تصفات ليه بطريقة اللي خايبة ووحشية. البوليس حاولوا يصبروهم ويقولوا لهم عطيونا شي معلومه اللي تعاوننا في التحقيق باش نوصلوا للجاني او الوحش اللي دار هاد الحاله في محمد. الاب هنا كيعاود ليهم باللي صحاب محمد قالوا ليهم باللي شافوه مع شي ولد سميتو يوسف، ولكن فاش تواصلنا معاه ومع الاب ديالو قال لنا باللي هو مشى معاه ولكن تفرقوا في نص الطريق وكل مشى بحاله. البوليس هنا مشاو عند هاد يوسف باش يسولوه على محمد. نهار كان غادي معاه فين تفرقوا، قال لهم جا معايا ولكن تفرقنا في نص الطريق وكل واحد مشى بحاله. وغير باش نعطيكم واحد النبذه على هاد يوسف، في العمر ديالو 13 سنه. الام والاب ديالو تفارقوا طلقوا، والام ديالهم سمحات في ولادها اللي هما يوسف 13 سنه وخوه الصغير واختو الصغيره، سمحات في ولادها ومشات لبلاصه بعيده عليهم وتزوجات بعمهم اللي هو خو طليقها. والاب ديال هاد يوسف نجار، كيضل النهار كامل غابر على دارو وعلى ولادو من الصباح حتى لليل وهو في الخدمه ديالو. وهاد يوسف اللي في عمره 13 سنه هو اللي مقابل الدار ومقابل خوتو، منه الراجل ومنه المراه، اي منه الاب ومنه الام. وتخيلوا معايا كي غتكون هاد العيشه ديال هاد الاطفال اللي محتاجين الرعايه ومحتاجين الام والاب ولا واحد حاضر، حتى حد ما عارف دوك الدراري شنو داروا النهار كامل، واش كلاو ولا قراو لا ولا ماتوا كاع، والو لا ام لا اب. وكاينين بعض المصادر اللي كيقولوا باللي كان الاب ديالهم كيضربهم وكيعنفهم. دوك المشاكل اللي كانوا عنده لداخل على طليقته حيت سمحات فيه وخلات ليه الدراري ومشات تزوجات بخوه، كيبرد داك السم وداك الحقد ديال الام ديالهم فيهم. المهم هاد العائله مشت حتى ومفرتكه عكس محمد اللي كان كيعيش حياه سويه. المهم من بعد ما عرفنا شكون هاد يوسف غنرجعوا للقضيه ديالنا. البوليس هنا حاولوا انهم يتبعوا الكاميرات حيت هما الخيط الوحيد اللي عندهم باش يعرفوا محمد فين مشى. بقاو متبعين الكاميرات من حدا الكوليج وهما كيشوفوا بالفعل محمد كان غادي مع يوسف حتى وصلوا لحد الدرب فين ساكن يوسف.
يوسف. ولكن هنا كيشوفوا باللي محمد دخل مع يوسف لدارهم وماشي كل زاد مع طريق كما قال لهم يوسف. بقاو مراقبين الكاميرات حتى كيبان لهم يوسف هابط من دارهم وهز جوج ميكات كحلين وكيبانوا تقال. مشى بهم واحد الساعتين ورجع تاني ودخل وعاود خرج تاني من دارهم وهز كارطابل ديالو في ظهره وكيبان الكارطابل متقل وعامر مدكس. ومشى تاني شي ساعة وعاود تاني رجع دخل لدارهم وخرج تاني المرة الثالثة وهو هز كارطابل عامر ومتقل. وكيشوفوه انه حتى لغد ليه وهو مازال غير كيخرج وهز كارطابل عامر وكيمشي وكيرجع. وهذا الشيء كامل محمد ما عاودش خرج. محمد ملي دخل ما عاودش خرج. ديك الساعة البوليس تحركوا ومشاو عنده لدارهم ودخلوا باش يديروا تفتيش للدار. كيلقاو الدار نقية اكثر من القياس، ريحة جافيل والبخور والمعطرات بحال كيحاول يخفي شي حاجة. بقاو كيفتشوا حتى كيلقاو واحد البقع ديال الدم في واحد الملاية وواخا كيحاول يغسلها ولكن والو بقات باينة. وحيت الروح عزيزة عند الله كيلقاو تيشيرت ديال محمد اللي كان لابس داك النهار باقي عنده في واحد البيت. بداو كيقلبوا حتى كيلقاو في الثلاجة اجزاء ديال الهبرة وخداوهم وعقلوا على هاد الكلمة حيت غادي نرجعوا ليها من بعد. وسولوه شنو هاد الشيء، شنو كيدير هاد التيشيرت ديال محمد هنا؟ قال لهم راه جا عندي ونساه. قالوا ليه باللي راه حنا شفناك في الكاميرات دخلتي انت ومحمد ولكن محمد ما عاودش خرج. قال لهم دخل معايا ولكن راه خرج ومشى. قالوا ليه شوف دابا جينا من الاخر الكاميرات كلشي واضح فيهم ما يمكنش يكذبوا الكاميرات وعاد زيد التيشيرت والطبايع اللي في الملايه والناموسيه غير قول لينا شنو كاين راه كلشي واضح وكاع الادله كتبين انك انت اللي درتي في محمد هاد الكارثه. وغير للاشاره هاد يوسف كذاب من الطراز الرفيع وكاع هاد الشيء اللي كيهضروا معاه البوليس وكيحققوا معاه السيد مرتاح وما كيبان عليه لا ارتباك لا خوف لا حتى حاجه، مرتاح وطايق في راسو. فاش شاف راسو كاع الادله ضده قال لهم انا اللي صفيتها لمحمد ولكن غير دفعت على راسي. قال لهم باللي انا ومحمد صحاب. واحد النهار كنا كنلعبوا البلاي ستيشن في واحد المحل وغلبته ومرضاش وضربنا وهاد محمد في واحد المحل وغلبته ومرضاش وضربنا وهاد محمد ضربو وسبو وهو مرضاش قدام الناس وبقى حالفها فيه حتى لذاك النهار اللي غيختفي فيه محمد. وقال ليه يوسف راني شريت واحد البلاي وراه عندي في الدار يلاه نلعبوا تما. محمد مشى معاه وملي دخلوا هاد يوسف قال ليه علاش ضربتيني داك النهار وهادي وبقاو كيدابسوا. واحد شويه هو يجبد عليه هاد محمد اللي كتشوفوه كيبان البراء على وجهه وكل شيء كيشهد عليه بحسن التربيه وبانه دري متخلق ومربيون والديه مزيان. قال لهم جبد عليا سلاح ابيض بغى يضربني وانا غير دافعت على راسي وهزيت واحد المطرقه وضربته بها وطاح جثه هامده وباش نتستر على راسي تخلصت منه بديك الطريقه. كنت شفتها في واحد الفيلم اللي اجنبي ومعروف وكان خدا الاوسكار، فيلم لواحد القاتل المتسلسل اللي كيقولوا ليه ديكستر. قال لهم باش نخرج راسي من هاد الكارثه طبقت الطريقه اللي كان كيدير داك البطل ديال داك الفيلم. كيف قلت لكم يوسف كذاب بارع وخطير والمحققين عايقين به كيكذب وماشي هذه هي الحقيقه حيت قالوا ليه دير لنا اعاده تمثيل الجريمه وبدا غير كيخربق عليهم حتى معلومه ما كانت لاصقه مع الاخرى. في هذا الاثناء تقرير الطب الشرعي خرج وكيقول باللي محمد توفى بسبب الخنق وباللي تفصل عن طريق آلة واللي هي المنشار الكهربائي وبانه تفصل بطريقه اللي مدروسه بحيث قبل من التفصال تخطط عليه بالماركور باش يعرف البلايص اللي يدوز منهم المنشار ويكون كل شيء ناضي وعلى حقه وطريقه. باش عاودوا زيروه بدل الاقوال ديالو قال لهم تاني روايه اخرى. قال لهم باللي كنت سرقت التليفون لمحمد حيت كان عنده تليفون زوين وغالي. واحد المره كنا جالسين وسرقته ليه بلا ما يعيق ومشيت ومحمد هنا فاش عاق باللي تليفونه ما كاينش وتسرق ليه بقى كيحاول يفهم شكون سرقوا ليه. بقى كيقلب حتى طلب من واحد مول الحانوت كان حدا الكوليج عنده كاميرات. قال ليه عافاك واش ممكن توريني التسجيلات راه مشى ليا التليفون ديالي وما عرفتش شكون خداه ليا. مول داك الحانوت ما ترددش وقال ليه واخا وراه التسجيلات وهو
كيشوف باللي يوسف دار يدو في جيب محمد وخدا ليه التليفون ومشى. محمد فاش شاف هاد الشيء كفر وتعصب ومشى عنده قال ليه راني عرفتك انت اللي خديتي لي التليفون، والا ما رديتيهش ليا غادي نعلم بك البوليس ونصيفطك فين تربى. يوسف هنا تصدم من ردة الفعل ديال محمد والهضره اللي قال ليه وخاف منه وبدا كيفكر كيفاش يتخلص منه ويصفيه عليه. وللاشاره بان هاد يوسف كان معروف سراق وشفار وكيجريسي عباد الله وفايت ليه تعدى على واحد البنت بالسلاح الابيض حتى هي طالبه في الكوليج. وحاجه اخرى راه محمد ماشي صاحبه، حيت الخال ديال محمد خرج في منابر اعلاميه كيقول باللي ما كتربطهم حتى صله مع الجاني ومحمد اصلا ما كيتصاحبش مع داك النوع. يعني ديك الهضره ديال كنا كنلعبوا البلاي في الدار غير كذب فيها اصلا باش يبرئ راسو. المهم نرجعوا للقضيه. يوسف بدا كيخطط ويدرس كيفاش غيدير يتحنى من محمد ووجد كل شيء كما قلت لكم. باه نجار، اذا في الدار كيكون الماتيريال ديال النجاره، المطرقه، المنشار، المسامر. التليفون هنا ديجا باعو وصرف فلوسو حيت كيقول يوسف باللي باهم ما كيتهلاش فيهم وهو كيجيه الجوع مع خوتو وكيضطر يسرق الناس باش ياكل ويوكل خوتو. والله اعلم واش هادشي اللي كاين ولا غير كيكذب تاني باش يخفف على راسو ويشفقوا عليه البوليس. المهم وجد كل شيء ومشى حتى لافارماسي وشرى لي غون وشرى الميكات وجافيل والبخور وتقدى كاع داكشي اللي غيحتاج باش يطبق داكشي اللي في بالو. المهم هاد يوسف مشى وقال لمحمد شوف راني غنرجع لك التليفون بلا ما ديكلاري بيا ويلا معايا نعطيه ليك راني خليته في الدار. محمد هنا بلا ما يفكر مشى معاه ودخلوا للدار. يوسف كيكتشف باللي محمد عنده تليفون اخر عطاتو ليه ماماه بين ما رجع تليفونه. قال ليه صافي يا صاحبي ها انت عندك التليفون سمح لي في داك التليفون الاخر راني كنت محتاج الفلوس وبعته وشريت شي حوايج كانوا خاصيني. محمد هنا ما بغاش وبدا كيغوت عليه وكيقول ليه لا رجع لي التليفون ديالي. هنا يوسف غيطبق الخطه ديالو وغيلهي محمد من اللور وغيخنقو بحبل حتى غيطلقو فاقد الحياه وبدا كيعطيه بالمطرقه حتى تاكد انه صافي مشى عند الله. وهنا بقى كيفكر يطبق الطريقه ديال داك الفيلم حيت كان عزيز عليه وتفرج فيه وعاود خدا ماركور وبدا كيتراسي في البلايص اللي غيدوز عليهم حتى كملوا كامل بالمنشار الكهربائي ديال باه. ملي سالا بدا كيفرق في البلاستيكات وكل بلاستيكه جمع فيها شي شويه وبدا كيخرج ويمشي وكل وحده فين كيحطها شي يحطو في ديك الدار المهجوره وشي حاجه اخرى لاحه في واحد الواد تما وحاجه اخرى لاحه في صرف الصحي وحاجات اخرين لاحهم في واحد الخلا بحال شي غابه. المهم غادي جاي الناس كيسولوه شنو هادشي كتخرج في هاد الميكات كيقول لهم باللي غير زبل اعزكم الله. الجيران هنا طيقوه وما داوهاش فيه. صافي ملي رجع كان باقي مساله باقي ليه شي اشلاء اخرين وهي تبان ليه في واحد طريف وتشهى يطيبو وداكشي اللي كان طيبو وكلاه وخزن وحدين اخرين في الثلاجه باش ياكلهم ويطيبهم مره اخرى. وهذوك الاجزاء هما اللي لقاو البوليس في الثلاجه اللي قلت لكم في الاول حيت داروا لهم التشريح ولقاوهم بانهم ديال الضحيه. ولكم ان تتخيلوا هاد الوحش او هاد الشيطان على نفس عنده وعلى قلب عنده ولا حول ولا قوه الا بالله. يوسف ملي سال هاد الشيء كامل بقات ليه شي حاجه مازال ما تخلصش منها. صافي خاف من باه قرب يجي وخزن داكشي اللي بقى تحت الناموسيه ديال اختو وجمع الدار وسيقها ونقاها. شويه كيدخل باه وخوتو حيت هاد الشيء كامل دارو وخوتو كيلعبوا على برا. جاب باه ومع دخل كيحس بشي حاجه ماشي هي هذيك. دار نقيه اكثر من القياس وحتى واحد الريحه ما عجباتوش وحتى اختو كتقول لباباها باللي راه كاينه واحد البيت خايبه في البيت ديالي وما عجبتنيش. باه دخل كيقلب حتى كيلقى الباقي اللي قلت لكم خازنو يوسف تحت الناموسيه ديال اختو. باه تخلع وقال لولدو شنو هاد الشيء. هنا المجرم شرح لباه كل شيء وعوض الاب ما يمشي يبلغ بولدو لا هز ولادو الاخرين وهرب وقال ليه عم بحرك مع هاد المصيبه اللي درتي. قال ليه غير سير انت انا عارف شنو كندير. وملي صبح الصباح الباقي اللي بقى عنده في الدار حتى هو تخلص منه وهاد الشيء كله مصور في الكاميرا وهو خارج هاز داخل هاز. حتى كل شيء تفضح وقرقبوا عليه البوليس هو وباه حيت تستر على الجريمه. تموا التليفونات حيت شرى التليفون اللي مسروق. داروا الخبره على الهاتف ديال يوسف كيلقاو الولد مبلي بالافلام ديال الرعب وافلام اباحيه وحتى افلام الاجرام. زيد على هاد الشيء كاينين شي صحاب يوسف كيقولوا باللي هاد الشيء كامل
كامل داخله فيه الدارك ويب، وحيت يوسف كيدير بزاف ديال الحوايج خايبين مقابل الفلوس من الدارك ويب ومن ألعاب اخرين. يعني هاد الولد سفاح بمعنى الكلمه وخطير على المجتمع. المشكل اللي هنا انه هاد يوسف كيتعتبر قاصر، واقصى عقوبه للقاصر هي 15 سنه ويخرج، وهاد 15 سنه كيدوزها غير في الاصلاحيه. وبصراحه هذا خطير يخرج، حيت وهو في هاد العمر شوف شنو دار، فما بالك ملي كبر. القضاة ديال مصر هنايا حاروا في هاد القضيه، داروا ليه الخبره الطبيه ياك ما مريض والو، كيلقاو الولد طبيعي وما عنده حتى مشكل. ودابا راهم بغاو يديروا ليه الخبره على العمر ديالو، حيت القاضي كيشوف باللي هاد الولد كبر من 13 سنه. القضيه مازال في طور التحقيق. مول التليفونات حكموا عليه ب3 شهور حيت هو ما عارف والو، تحكم عليه غير على التليفون اللي شراه وهو مشفور. والاب حتى هو مازال مصدر الحكم النهائي ديالو، حيت يوسف هنا ورط طباه معاه وقال لهم باللي حتى هو مشارك معايا. المهم الاب والمجرم راهم باقين ما تحاكموا. والله هادشي ما صراحه انا تلفت وما عرفت ما نقول في هاد المصيبه. والله هادشي ما كيتقبلوش العقل. هاد الجيل خطير بزاف، الله يحفظنا ويحفظ وليداتنا ووليدات المسلمين يا رب. كاين بزاف ما يتقال، ولكن غنخليكم نتوما تقولوا شنو اللي وصل هاد يوسف لهاد القلب اللي ولا عنده، شنو السبب اللي خلاه يولي هكا وحش وما يرحمش هاد الوليد. والله يرحم محمد ويصبر ميمتو وباه، حيت ماشي سهل عليهم. والله يحسن عوانهم ويصبرهم ويقويهم. نتمنى تشاركوني آراءكم في هاد القضية، وخليتكم في راحة الله. مع السلامة.